السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض البطانة اللي احنا كنا بنعملها للشنطة. المرة اللي فاتت كنا عملنا السوستة الداخلية للبطانة بجيب داخلي بسوستة. فهسيب لكم اللينك بتاع جيب السوستة الداخلي ده في صندوق الوصف، اللي حابب يروح يشوف الفيديو. آم، النهارده بقى هنخيط البطانه من الجنبين ونتعلم ازاي نركبها في الشنطه بطريقه الخياطه المخفيه، بحيث ان هي ما تبانش خالص من فوق هنا انها متخيطه. بس عايزه اقول لكم حاجه. هنا طبعا احنا بنعلم يعني حطيت دبابيس هنا. وبرده انا بحب وانا ما باجي اخيط، قبل ما اجي اخيط كده هعمل بالقلم برده خط كده، بحيث ان انا يسهل عليا ان انا همشي فين وبسرعه. يعني ده بيوفر عليا كمان في الوقت ان انا إيه وانا ماشيه بالابره والخيط. عايزه اقول لكم على حاجه هنا بقى. في الزاويه دي انا ما بنزلش للاخر كده، لا، باجي هنا كده واروح واخده دي بميل كده. خلاص. وهنا نفس الحكايه، اجي الاول هنا كده هعمل خط، وهاجي في الاخر هنا برضو هروح ايه عامله الميل بتاعي ده. انا برضو بخيط في الخياطة دي نفس الخياطة اللي أنا كنت بخيطها هنا في وإحنا بنخيط البطانة دي في البطانة التانية والسوستة. يعني أنا بخيط الخياطة دي في أي حاجة بخيطها، لأن هي حقيقي جميلة وكمان سريعة. آه، فهدخل كده على الخط. أنا ما يعني التانية دي أنا باخدها طبعا بالمكوة كده علشان تسهل عليا في التركيب وأنا بركب البطانة في الشنطة. بنزل بعدها كده بشوية، وبعدين بدخل بعد الخط بشوية، وبعدين هرجع تاني لورا، وبعدين شوفوا هطلع الإبرة من بعد الخيط ده. شوفوا الخيط ده طالع منين، شوفوا الخيط ده طالع منين. أنا هطلع من بعده، هاجي كده بعده على نفس الخط واطلع. أنا هشيل الدبوس ده، هاجي أدخل من هنا من قبل الخيط ده في آخر غرزة أنا عملتها، وهطلع من بعد الخيط ده. شايفينه؟ انا كنت شارحه الطريقه بالظبط في الفيديو بتاع الجيب الداخلي بسوسته للشنطه. فانا هكمل كده بنفس الطريقه دي لحد ما اوصل للميل ده، وبعدين هخيط ده بميل. هخلص كده الجنبين وارجع لكم علشان نخيط البطانه بتاعتنا في الشنطه. انا كده بعد ما خيطت البطانه من الجنبين، شوفوا الخط ماشي مظبوط ازاي. وعايزه اقول لكم كمان ان لما بنيجي نخيط البطانه، يعني انا ما بسيبش القماشه مفروده كده واخيط الاتنين فوق بعض، لا، بديها تانية كده. ليه بقى؟ علشان لو انا ما تنتش التانية دي الخياطه من ورا هنا بتبقى باينه. شوفوا هنا الخياطه نظيفه ازاي، مش باينه خالص الخياطه، يعني كانها متخيطه على مكنه، مش باينه خالص. شايفين؟ انما لو احنا مخيطينها فردين دي، مش عاملين التانية دي ومخيطين على طول، الخياطه من جوه بتبقى باينه. فهنا بقى هنركب البطانة جوه الشنطة. هنخلي طبعا الجيب ده الناحية التانية
مش في وش الشنطة، يعني هنكون الجيب الداخلي في ظهر الشنطة. ناخد بالنا واحنا بنحطها. نفردها بقى كده بايدينا ونظبطها. نجيب الجنب بتاع الجنب بتاع البطانة، بنجيبه في زاوية الشنطة. نمسكه كده في الزاوية، وفي الناحية التانية برضو بنجيبه في زاوية الشنطة كده. مش عارفة اوريكم كده. هبدأ ان انا اثبتها هنا تحت السوستة كده بدبابيس. هثبتها هنا كده بدبابيس، بس مش على الخياطة بتاعة السوستة بالظبط، يعني تحت خياطة السوستة هثبتها بدبابيس. انا كده خلاص بعد ما ثبت البطانه بدبابيس. شايفين البطانه جميله جدا من جوه ازاي؟ مش يعني مش مكرمشه كتير جوه او البطانه كتير جوه، علشان ان احنا المقاس اللي احنا خدناه زي ما قلت لكم ان انا باجي من هنا لهنا وما بزودش عن كده. فلو انا سبت يعني لما انا باخد المقاس واسيب من هنا سنتي ومن هنا سنتي عشان الخياطه، فعلا البطانه من جوه بتبقى شكلها مش حلو خالص، وبتبقى معبعبه كتير جوه بيبقى شكلها مش حلو. انما شوفوا كده مشدوده ازاي وحلوه. وده الجيب الداخلي، شايفين؟ فهنبدا بقى ان احنا نخيط الخياطه المخفيه بتاعتنا، وبيها مش هتكون باينه خالص الخياطه، بالعكس هتكون شكلها شيك جدا. عايزه اقول لكم بس ان احنا طبعا بنيجي طبعا في الزاويه هنا كده. انا هدخل الخيط الاول هنا. طبعا انا ماسكه دي بدبوس، فهشيله. دي الزاويه بتاعه الشنطه اهي. طبعا انا هنزل البطانه لتحت شويه عشان دي كده السوسته، هنزل البطانه لتحت شويه. هاجي بقى من ورا البطانه، هدخل بالابره من ورا البطانه الاول. وبعدين هدخل من بره لجوه، برضو من جنب الخيط، ما احاولش ابعد علشان الخياطه بتاعتي من بره ما تبانش. وهبدا ان انا اثبت كده ايه في البطانه من جوه. شوفوا بقى، شايفين المكان اللي طالع منه الخيط ده؟ اللي طالع منه الخيط ده، انا هرجع تاني ادخل في الشنطه. انا كده بس اديت غرزه للبطانه عشان ايه؟ اثبتها في الشنطه. الغرزه دي اصلا مش هتبقى باينه خلاص. انا هطلع بس مش هدخل في البطانه. هطلع من هنا بس مش هدخل في البطانه. يعني انا كده اهو في الشنطه نفسها. طب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ شايفين بقى التانية اللي احنا خدناها بالمكوه دي؟ انا بدخل من قدام الخيط بالظبط ما هو طالع، بدخل كده في البطانه. احاول ان انا اجيب من التانية من ورا، ما ادخلش فيها من قدام كده، وادخل في الخيط كده. هي بس لسه عشان في زاوية الشنطة مش هتبقى باينة لكم قوي. طيب المكان اللي انا طالع منه الخيط ده، هروح ادخل في تانية القماشة او البطانة اهي. بدخل في التانية، مش دي تانية اهي اللي احنا عاملينها بالمكوة، هدخل فيها. هدخل فيها كده. احاول ان انا اكون في نص البطانة. في نص البطانة. شايفين الابرة بتطلع منين؟ اهي من نص البطانة. بس انا هحاول ان انا ما ابعدش قوي. هو الجزء ده كده كده اصلا في الشنطة مش هيبقى باين لان الايد هتطلع من هنا. طيب الخيط طلع من هنا،
هدخل في جسم الشنطة من هنا كده، هنا كده هبدأ اخد السوستة معايا في الخياطة. هدخل بقى من بره لجوه تاني، ما بعدش عن المكان اللي انا طالع منه الخيط من بره، عشان ما يبقاش الخياطة من بره باينة. وبعدين هدخل في التانية بتاعة البطانة، تانية البطانة بدخل بين يعني بتبقى فيه بطانة قدام وبطانة ورا، التانية أنا بدخل فيها، التانية اللي أنا عملتها بالمكوى كده. وبعدين بدخل من المكان اللي أنا طالع منه الخيط. شوفوا المكان اللي طالع منه الخيط ده، بدخل في جسم الشنطة قصاده بالظبط كده. شوفوا كده الخياطة مش باينة نهائيا. شوفوا، هرجع ادخل تاني من بره لجوه. انا هبدأ كده اخيط كمان ايه في في السوستة. فبدخل برضو في التانية كده اللي انا عاملاها بالمكوى، وهدخل امشي على الخط اللي انا كنت ماشية عليه في السوستة، عشان انا كنت مخيطة خياطة السوستة ماشية على خط كده مستقيم بتاع اللي انا قلت لكم عليه. برضو في الخياطة دي انا همشي على نفس الخط ده، فده كمان هيظبط لي البطانة بتاعتي ما تبقاش طالعة ونازلة في الخياطة. هدخل من بره لجوه. شوفوا من نفس المكان اللي طلعت منه الإبرة، هدخل في التانية بتاعة البطانة دي. احاول ادخل في النص كده، المكان اللي طلع منه الإبرة ده ادخل قصاده في السوستة وجسم الشنطة. شايفين مفيش خياطة باينة خالص. هرجع ادخل من بره لجوه. انا عايزه اقول لكم ان الخياطه دي كمان لما بتعملوها، بس انا عشان ايه التصوير فانا مش مالكه قوي فمش سريعه في خياطتها، انما حقيقي لو انتوا جربتوا بقى تخيطوا الخياطه دي هتلاقوها سريعه جدا وبتنجز معاكم، وكمان هتطلع الفينش بتاعكم يعني تحفه. شايفين مفيش اي خياطه باينه خالص. هدخل برضو من بره لجوه، وبعدين اروح للتانية بتاعه البطانه كده، المكان اللي انا طلعت منه ادخل على طول قصاده في السوست. شايفين مفيش اي اثر للخياطة. هندخل برضو من بره لجوه، وبعدين ادخل في التانية بتاعة البطانة، المكان اللي انا طلعت منه ده بدخل قصاده في البطانة برضو على طول، ما باجيش قدامه ولا وراه. المكان اللي انا طلع منه سن الابرة ده هدخل قصاده على طول. احاول ان انا اكون برضو على نفس الخط بتاع خياطة السوست.
كل الحاجات دي بتظبط معايا في شكل الفينش بتاع الشنطة اهي. هدخل من بره لجوه كده، بعدين ادخل في التانية بتاعة البطانة. دخلت في التانية، هدخل اهي. مش هبعد بالإبرة، بسن الإبرة. المكان اللي طلع منه سن الإبرة هدخل قصاده على طول في السوستة والشنطة. شايفين مفيش أي خياطة باينة. شيل الدبوس ده ونيجي برضو من بره لجوه. وندخل في التانية بتاعة البطانة. المكان اللي طالع منه الخيط ده هدخل قصاده، هدخل بسن الإبرة كده قصاده في التانية بتاعة البطانة اهي. تانية البطانة احاول ان انا يكون بين التانية بتاعة اهي. المكان اللي طالع منه سن الإبرة ده هدخل قصاده على طول. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات. انا كان بجد نفسي اعمل لكم الفيديو ده بقالي فترة، بس كل شوية كان بيتأجل. بس الشنطة دي بقى كان لازم ان انا اركب البطانة والسوستة. فعلشان كده انتهزتها بقى فرصة وقلت ايه اصور لكم الفيديو. برضو هدخل هنا بين البطانة التانية بتاعتها. المكان اللي طلع منه الإبرة هروح ادخل قصاده على طول. دي كده بقى خياطة اسمها خياطة مخفية. فانا هكمل بقى كده كل الشنطة، وبعدين هرجع لكم علشان اوريكم الشكل النهائي بتاع البطانة بتاعتنا. وده كده بعد ما خيطنا البطانة بتاعت الشنطة. شوفوا الخياطة مش باينة خالص خالص خالص. ايه رأيكم بقى؟ مستنية طبعا رأيكم في التعليقات. واتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده. فما تنسوش بقى لو استفدتوا فعلا من المحتوى اللي بقدمه، ما تنسوش تدعموني باللايك، وكمان تشاركوني كده في كومنت بتشاهدوني من اي بلد. كمان لو لسه ما اشتركتوش في القناه بفكركم تشتركوا في القناه، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.